ليه الواحد بعد ما تحصل له حاجة حلوة او حاجة مفرحة ممكن يصاب بفترة من فترات الاكتئاب او الزعل او القلق؟ الموضوع بيبقى ساعات غير مبرر، ما انا لسه حاصل لي حاجة كويسة، ليه انا دلوقتي حاسس ان انا مكتئب او حاسس ان انا مش مبسوط؟ ساعات بيقولوا ان في سببين كبار الواحد ممكن يكون هو السبب في حاجة زي كده. السبب الاول بيرجعوا ان ممكن يكون في تغيير في هرمون السعادة، ان هو ارتفع وبعد كده نزل تاني، فالنزول ده هو اللي حسس الانسان ان هو مكتئب او زعلان. السبب التاني ساعات بيبقى توقعات الواحد عن الخبر المفرح اللي هو كان فيه، سواء كان فرح او ولادة او شغل جديد او ترقية او فلوس تجيله، كان بيبقى توقعه بيبقى عالي قوي، ولكن بعد ما يحصل له الحاجة زي كده بيلاقي ان التغيير في حياته ما كانش التغيير الكبير او الدراستيك اللي حصل في حياته زي ما كان متوقعه. فاختلاف التوقعات ممكن يكون احد الاسباب اللي بتخلي الواحد يكتئب او يزعل بعد احداث مفرحة حصلت له في حياته.